لما عملت سيرش على مكوناتها لقيتها كنز الحقيقة، لأن كل مكون فيهم بيعتبر صيدلية في حد ذاته. فتخيلوا إنهم كانوا بيعملوا الوصفة الجميلة دي بالفطرة. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. ده نوى المشمش. بعد ما خدنا بقى المشمش نفسه عملناه مربى، والحمد لله نالت رضاكم وموجودة على القناة اللي يحب يشوفها. هنسيب بقى النوى ده ينشف شوية كده في الهوا. بس المهم ان احنا عشان بس نعرف نكسره بأي طريقة بقى، بالكسارة، في كيس، المهم تفصلي القشرة عن اللوزة اللي موجودة جواها، وده بنسميه اللوز المر. طبعًا رغم إن هو فيه مرارة خفيفة كده، لمّا بيتعمل في الوصفة المرارة دي بتختفي تمامًا. وطبعًا الفوايد الصحية اللي موجودة فيه لا نظير لها، سواء هو أو المكونات اللي هنحطها معاه دلوقتي. إيه المكونات بقى؟ هنلاقي عندنا، هنقول بقى من الأول: معلقتين أكل